26 لاعبا في قائمة وليد الجديدة، والذين تحدثنا عنهم بالتفصيل. اليوم سنحاول اختيار 11 لاعبا فقط كتشكيلة متوقعة لمباراة النيجر. المعايير التي سنعتمد عليها في اختيار التشكيلة بسيطة جدا، وهي معرفتنا بأفكار وليد، وثانيا أن المباراة رسمية ولا مجال للتجريب. بعد تقديم التشكيلة المتوقعة في نهاية الفيديو، سأشارك معكم أيضا التشكيلة التي أتمنى شخصيا أن يعتمدها وليد ضد النيجر، فابقوا معنا حتى النهاية لأن المقطع يحتوي على العديد من المفاجآت. لكن قبل أن نبدأ، أتمنى أن تدعمونا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنتم جددا. ولننطلق على بركة الله. التكتيك الذي سنعتمد عليه هو نفس الرسم الذي دخل به وليد في آخر مباراة، وهو 4-3-3. لا تحتاج لأي توقع. وليد أجاب على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي، وأكد أن الحارس الأول للمنتخب هو ياسين بونو، وسيظل كذلك. لكن الجميل في الأمر أن وليد أوضح أن منير المحمدي أيضا في نفس المرتبة تقريبا مع ياسين، ومن سيلعب منهما سيقوم بالمهمة. لكن في الوقت الحالي ياسين هو الرقم الواحد. لدينا نايف أكرد، عبد الكبير عبقار، جمال حركاس، وجواد اليميق. وليد لن يغامر بتغيير أي شيء في هذا المركز لأن المباراة رسمية. لذلك بنسبة كبيرة سنرى ثنائية نايف أكرد وجمال حركاس مجددا، رغم أن الكثير قد لا يتفقون مع اختيار جمال، إلا أن هذه الثنائية نجحت في المباريات الأخيرة أمام الغابون، إفريقيا الوسطى، وليسوتو. صحيح أن الخصوم ليسوا معيارا للحكم، لكن الأهم هو الاستقرار وضمان الفوز ب3 نقاط. يمكن لوليد تجربة عناصر جديدة في المباراة الثانية أو في الشوط الثاني. بالمناسبة، المشكلة الدفاعية في المنتخب ليست فقط بسبب الأسماء، بل هي مشكلة نظام وتجانس ككل، لأن الأخطاء الدفاعية ليست فقط بسبب قلب الدفاع، بل بسبب المنظومة ككل. لكن لا خلاف على أننا نملك بعض الضعف في هذا المركز. أي متابع للمنتخب يعلم أن أشرف حكيمي سيلعب في الجهة اليمنى ونصير مزراوي في اليسرى. وليد جرب عكس المراكز في السابق، لكن التجربة لم تنجح، حيث كان حكيمي سيئا جدا في الجهة اليسرى. إذن سنرى مزراوي في اليسار وحكيمي في اليمين، مع نفس خط الدفاع الذي لعبنا به خارج الديار ضد الغابون. في الارتكاز سفيان أمرابط هو العمود الفقري للمنتخب، وأحد اللاعبين غير القابلين للمساس في تشكيل وليد. التغيير المتوقع سيكون في اللاعبين الذين سيلعبون أمامه. في المباراة الأخيرة وليد اعتمدوا على أوناحي وبن صغير، لكن هذه المرة أتوقع دخول إسماعيل الصباري كأساسي، لأنه أفضل محترف مغربي بالأرقام هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، عندما يدخله وليد كبديل يشركه في هذا المركز ويقدم إضافة كبيرة. أما بالنسبة للجهة اليمنى في الوسط، فيمكن أن يلعب فيها بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، بلال نادر أو ترجلين. شخصيا أود رؤية بلال الخنوس كأساسي بسبب مستواه المميز مع ليستر سيتي، لكن أتوقع أن يعتمد وليد على عز الدين أوناحي، خاصة أنه أصبح جاهزا بدنيا ويلعب باستمرار مع فريقه. إذن خط الوسط المتوقع سيكون سفيان أمرابط، إسماعيل الصباري، عز الدين أوناحي في الجهة اليسرى. يمكن أن يلعب عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين، طالب، ابن صغير أو أسامة الصحراوي. في المباريات الأخيرة لعب الزلزولي كأساسي، لكن أتوقع أن يعود بن صغير لمركزه الأصلي كجناح أيسر، مما يفتح المجال أمام إسماعيل الصباري في خط الوسط. أما الجهة اليمنى فالمنافسة بين إبراهيم دياز، شمس الدين طالب، وأمين عدلي. لكن دون نقاش إبراهيم دياز سيكون أساسيا كجناح أيمن، لأن وليد جربه هناك في 4 أو 5 مباريات متتالية وكان أكثر فاعلية. في رأس الحربة المنافسة هنا بين يوسف النصيري، سفيان رحيمي، وحمزة إيغمان. حمزة سجل هدفا رائعا في ديربي اسكتلندا ضد سيلتيك بعد استدعائه، لكنه قد لا يكون أساسيا في مباراته الأولى. إذن التنافس سيكون بين النصيري ورحيمي، ويمكن أن يلعبا معا مثل ما حدث ضد إفريقيا الوسطى. لكن بما أننا توقعنا خطة 4-3-3، فمن المرجح أن يبدأ يوسف النصيري في هذا المركز. التشكيلة المتوقعة ضد النيجر: ياسين بونو، نايف أكرد، جمال حركاس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، إسماعيل الصباري، عز الدين أوناحي، إلياس بن صغير، إبراهيم دياز، يوسف النصيري. التشكيلة التي أتمنى رؤيتها شخصيا: ياسين بونو، نايف أكرد، جمال حركاس، أشرف حكيمي، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، إلياس بن صغير، إسماعيل الصباري، إبراهيم دياز،
سفيان رحيمي. ختام الفيديو، وصلنا لنهاية المقطع، وأتمنى أنه نال إعجابكم. أخبروني في التعليقات أي تشكيلة تفضلون، ولا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة.